رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبنفتح ملف كنا فتحناه مع حضراتكم أول أمس على عقب زيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لأديس أبابا العاصمة الإثيوبية في الاحتفال بمرور 50 عام على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي. الدكتور محمد مرسي كان متواجد وعمل لقاءات على هامش القمة مع عدد من الزعماء الأفارقة، وحصل حالة من الاطمئنان لدى المصريين بأن مصر عادت مرة أخرى إلى الحضن الإفريقي، أو أن زيارة الدكتور محمد مرسي هي إذان بفتح علاقات جديدة أو نفتح صفحة جديدة، ليس بنفس النظرة الاستعلائية القديمة ولا بنفس الغياب التام اللي كان موجود قبل كده، ولكن لو قدرنا نقف في المنتصف ونحقق المعادلة الصعبة بين التواجد والاهتمام أيضا بالشأن الداخلي والاهتمام بتوازنات دولية أخرى في مناطق أخرى، فده هيكون مكسب لينا. ولكن اليوم كل أملنا تحطمت على صخرة الواقع. اليوم الصبح عندما عرفنا من وكالات الأنباء أنه شرعت إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق اللي بيعتمد عليه نهر النيل أو بيمد نهر النيل ب 85% من المياه، إذانا ببدء المشروع المسمى بسد الألفية أو سد النهضة. 10 خبراء في لجنة مشكلة، 2 من كل دولة، مصر وأثيوبيا والسودان، ممثلين لكل دولة، و4 خبراء دوليين في مجالات المياه والري والجيولوجيا، كانوا بيبحثوا وما زالوا بيبحثوا آثار السد. بيخلصوا، المفروض أنهم يخلصوا قرارهم هيصدر بتاريخ 31 الشهر الجاري. ماذا لو خرج القرار بأنه هذا السد سيكون وبالا على مصر أو سيضر مصر ولو بنسبة ضئيلة، أو إحنا محتاجين وقت أطول حتى نعرف الأضرار الناجمة؟ وده اللي أكده زي ما قلت لحضراتكم في وقت سابق من الحلقة، ده اللي قدمه، ده اللي قاله أحد أعضاء اللجنة، قال إحنا سنطالب بوقت أطول لأنه إثيوبيا لم تقدم إلى مصر دراسات كافية تثبت عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب مصر والسودان، وبالتالي إحنا محتاجين وقت أطول. للأسف اليوم ردود الأفعال على هذا الأمر كانت غريبة بعض الشيء. رئاسة الجمهورية قالت إنه تحويل مجرى النيل الأزرق لا يؤثر على حصة مصر، وأيضا السفير المصري في إثيوبيا قال إن بدأ إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق خبر غير مفاجئ. لكن هناك من رصدوا إنه الخبر مفاجئ، والخبر يستدعي منا إن إحنا يعني نكون عارفين وعالمين ايه اللي بيحصل من ورانا، ونكون مستعدين للي ممكن يحصل. مرة تانية بنتكلم عن دور مصر في أفريقيا. ماذا تعني مصر بالنسبة لأفريقيا؟ وماذا تعني أفريقيا بالنسبة لمصر؟ ماذا يمكن أن تلحق من أضرار بمصر من وراء إهمال أفريقيا؟ وماذا يمكن أن تلحق من أضرار في أفريقيا من وراء بعد مصر وإهمال مصر والنظرة الاستعلائية اللي كانت سائدة لمصر خلال الفترة الماضية؟ ماذا لو استمرت السياسات بنفس النهج القديم؟ وماذا يمكن أن نحقق من خلال نهج جديد؟ وما هو هذا النهج الجديد؟ كل التساؤلات دي هنحاول نسألها مع ضيوفنا الكرام اللي مشرفينا في الاستوديو، واللي هنستفيد معاهم بالحديث عن هذا الموضوع، محاولة منا لتقديم بعض الحلول وبعض الرؤى الاستيفائية للموضوع. هبدأ بترحيب من يميني من مستشار أحمد الجبيلي رئيس حزب الشعب. أهلا بك يا فندم، شرفنا. وأرحب بالدكتور عبد القادر إسماعيل أستاذ الدراسات الإفريقية. أهلا بك يا فندم، مشرفنا. أبدأ بالدكتور عبد القادر وأسأل حضرتك، يعني بداية، هل حضرتك متفاجئ من قرار إثيوبيا اليوم بتحويل المجرى الملاحي للنيل الأزرق؟ بالتأكيد النهاردة أنا أحد الناس اللي تم مفاجأتهم بهذا القرار، وإن شئت أقول أنني قد أصاب بحالة من الاكتئاب، لأني أشعر بدرجة عالية جدا من الخطر في إطار التعامل مع مياه النيل. وما يشعرني بهذا الشعور الحقيقة هو رد الفعل المصري، لأني لا أجد ردا فعل مصري قوي يثير حفيظة المصريين لجزئية هامة من أمنهم القومي، وهي مياه النيل. مياه النيل بالنسبة لمصر هي كوب المياه الذي نشربه، هي قضية أمن قومي بشكل كبير جدا. خلينا نقول أنه حتى يا فندم كلمة الأمن القومي بالنسبة للمواطن البسيط قد لا يعيها ولا يعي أبعادها بشكل كامل، لكن المية لا، هو يعيها جيدا. احنا بنربط الأمن القومي دايما بكوب صحيح. المياه اللي احنا بنشربه. ده مجرد كوب المياه اللي احنا بنشربه اللي قادم من افريقيا، دي قضيه امن قومي. صحيح. وبالتالي اعتمادنا الكلي، يعني مصر دي كلها اللي انت شايفاها من غير نهر النيل تبقى واحه، تبقى مجرد صحراء. وبالتالي انا بتصور ان رد الفعل المصري تجاه ما تقدم عليه اثيوبيا، انا بتصور انه رد فعل بطيء جدا،
ولا يرتقي الى درجه الاحساس الانساني المصري بالخطوره. والنهارده كان في تصريح للسفير الاثيوبي بيقول انه احساس المصريين نفسي اكتر منه احساس حقيقي. ايا كان الامر، الحكومه المصريه مطالبه بتطمينات للشعب المصري بشكل كبير جدا. الحكومه المصريه مطالبه ان يطلع بيان من مجلس الوزراء يقول ايه نتائج هذا السد بالنسبه للمصريين. لازم يكون في رد فعل ايجابي بالنسبه لزياره الدكتور محمد مرسي ولقائه بالرئيس الاثيوبي بشكل كبير جدا. قضيه مياه النيل وقضيه سد النهضه انا اعتقد انها قضيه نفسيه وقضيه مؤثره جدا، خاصه ان انا برضو في الفتره الاخيره قريت خبر اشعرني بقلق شديد جدا، انه اداره كهرباء سد النهضه سيتم ادارتها عن طريق شركه اسرائيليه، بما يعني ان الشركه الاسرائيليه التي ستتحكم في توزيع الطاقه الكهربائيه بعد انتهاء السد العالي ستتحكم في حجم المياه الداخله الى مصر. وده غير مستغرب، لان اسرائيل لديها ايادي كثيره داخل اثيوبيا. لا، المشكله هنا ليست في اسرائيل، المشكله في مصر، لانه احنا غبنا فتره طويله جدا عن افريقيا بشكل كبير جدا، وبالتالي لا نلوم الا انفسنا. واذا غاب الانسان عن مكان لابد ان يشغله اخر، لكن لدينا وقت طويل وكبير للتواجد المصري في افريقيا بشكل كبير جدا، ولدينا قدره على التعامل مع اثيوبيا بعده طرق مختلفه، وضروره ان نفهم ونعي ويدرك الشعب المصري خطوره سد النهضه. خطوره سد النهضه بالتاكيد، سد النهضه هيؤثر، هيحجز، يعني هو البحيره بتاعته هتستوعب حوالي من 60 ل 70 مليار متر مكعب ميه، ودول تقريبا هيتكونوا في خلال 5 سنوات. هو في انا سمعت من المختصين اليوم، اسمح لي دكتور، انه ده في توقع اكتر من 5 سنوات، ده في قالوا لحد 20 سنه ممكن تمتلئ، لان هي وفقا للتصميم الجيولوجي بتاع البحيره والمنخفض هي ضخمه جدا، يعني قد تظل ال 20 سنه في كل الاحوال. انه امتلاء البحيره هيأثر بالسلب على المياه القادمه الى مصر. ومعنى انه حصه مصر تقل عن 55 مليار متر مكعب ميه، معنى كده ببساطه ان في ارض زراعيه بيتم تبويرها. يعني لازم نربط الاحداث كلها ببعض، مش فكره ان في 9 مليار متر مكعب هيمتنعوا او هيجوا او ينقصوا. ال9 مليار دول بيروا قد ايه من الارض الزراعيه وبيطلعوا انتاج قد ايه؟ ببساطه شديده جدا خصما من الارض المرويه بشكل كبير جدا. ال9 مليار متر مكعب انا ببور ارض زراعيه من خلال بناء سد النهضه، وبالتالي لابد هناك ان تكون هناك دراسات وامور واضحه جدا، في حين ان احنا الان مقبلين على يعني مشروعات لاستصلاح الاراضي، وبالتالي احنا محتاجين. انا محتاج ال 55 مليار متر مكعب دول فيهم عجز مائي. انا المفروض احتياجاتي المائيه 65 مليار متر مكعب ميه، انا باخد 55 مليار، عندي عجز 10 مليار متر مكعب ميه. المياه الجوفيه لا تكفي ال 10 مليار متر مكعب ميه، وبالتالي انا محتاج ان حصتي تزيد مش حصتي تقل. وبالتالي بالتاكيد ان سد النهضه هيؤثر على مصر في نواحي كثيره جدا. ولكن الاوساط الرسميه يا دكتور الى الان، يعني اللجنه الثلاثيه المشكله الى الان ما خرجتش حتى تكهنات بان هي بتقول انه سد النهضه سيؤثر سلبا وسيحرم مصر من مليارات، يعني انه في خطوره شديده ولا على المستوى الرسمي ما شفناش حاجه زي كده. خلينا بس نقول انه فكره التصريحات الورديه دي، انه يقول ان انا مش هتاثر، مصر مش هتتاثر لان الميه هتنساب، لان انا محتاج ان انا اولد كهرباء. فمعنى ان انا اولد كهرباء يبقى مساقط المياه لابد تسقط، مساقط المياه لابد ان انا امرر الميه عشان يبقى فيه توليد للطاقه الكهربائيه. طيب وفتره التخزين المائي اللي هتستمر اكتر من 5 سنوات هتتاثر مصر ولا مش هتتاثر؟ في كل الاحوال لماذا لا تحترم الاتفاقيات الدولية؟ لماذا لا تحترم اتفاقات 1902 و1929؟ ولماذا لا نفعل قرارات هذه الاتفاقيات التي تشير وتنص على ضرورة الاختيار المسبق بإقامة أي مشروعات على مياه النيل الأزرق؟ دي اتفاقيات دولية معترف بيها دوليا، وبالتالي لابد أن نتحرك. مصر التحرك المصري لازم يكون أكثر إيجابية، ولازم يكون أكثر قوة في المحافل الدولية، ولازم نفعل القانون الدولي، ولازم نتحرك بشكل قوي. مش معقول، مش ممكن ابدا نبقى قاعدين كده عندنا درجه من الاندهاشه بشكل كبير جدا، واثيوبيا بتتصرف كانها مالكه لهذا النهر دون رادع، ودون ان نحرك ساكنا في التوجهات التي تجبر اثيوبيا على انها
زي ما بيقول التعبير كده تقف عند حد معين في هذا الاطار. طيب دكتور عبد القادر اسمح لي هتوقف عند مستشار احمد، وعايز اسال حضرتك بقى عن البعد السياسي للازمه. اول حاجه احنا لقينا النهارده تصريحات وهي بقى لها ايام من مستشار وزير الري بيؤكد انه هذا القرار غير مفاجئ، ده بالعكس ده الناس متاخرت، يعني ده الناس كان المفروض تبتدي تحول المجرى النهري للنيل الازرق من فتره وهي تاخرت. رئاسه الجمهوريه اليوم قالت انه يا جماعه ده المساله دي مش هتاثر خالص على حصه مصر من مياه نهر النيل. ونلاقي انه من ناحيه تانية غير التصريحات اللي هي بيبقى فيها امل، بتدي امل للناس، من ناحيه تانية الدكتور محمد مرسي عاد من قمه افريقيه بعد اقل من ساعات خرجت اثيوبيا بهذا القرار. الامر هنا نقراه ازاي ونربطه ببعض ازاي ونفسره ازاي يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا بادئ بشكر قناة الشباب، قناة الوسابة المبشرة، شكرا ليك على حيادتها وعلى حرصها على تمثيل كافة الاتجاهات والآراء في الوقت اللي احنا محرومين فيه من الظهور في تلفزيوننا المصري بفضل توجيهات وإرشادات السيد الأستاذ الوزير متولي صلاح عبد المقصود، الزميل الصحفي اللي رافقنا في نضال وكفاح داخل نقابة الصحفيين لعشرات السنين، واللي كان لنا دور للإفراج عنه في عام 95 عندما تم القبض عليه أثناء سفره لتركيا. بغض النظر بس عشان ده مش موضوعنا، بغض النظر سيادة من ذلك جانبا، أنا مش هضيف على اللي سيادتك استعرضتيه في مستطلع نشرة الأخبار واللي استعرضتيه في معرض حديثك حوالين تصريحات وزير الري، حوالين تصريحات رئاسة الجمهورية، حوالين تصريحات السفير المصري في اثيوبيا، حوالين ما فيش عندنا شفافيه، ما فيش عندنا سياسه مصارحه، فضلا عن ان احنا قلنا مصر تقوم بدور افريقي. زياره الرئيس محمد مرسي لاثيوبيا بعد سنوات انعجاف، بعد حادث 95 اللي تعرض ليه الرئيس السابق مبارك. اعتقد ان احنا لما نرجع ورا هنرجع لسنه 1919 1919 لما كانت الثوره المصريه قامت ورفضت تسليم الانجليز القطن المصري. الانجليز لجوا الضغط على مصر والمصريين بعمل سدود على نهر النيل في السودان وغيره. كان مفروض ان احنا من سنه 1919 نقوم متيقظين ونكون عارفين ان النيل اللي هو شريان الحياه بالنسبه لمصر والمصريين يجب ان نكون في يقظه من المخططات اللي بتحاك له واللي بتنفذ ضده. سد النهضه ده مش المشروع الاول، ده مشروع في اطار عده مشروعات في عده 4 سدود بتستهدف انتاج ما يقرب من 45 مليون كيلو وات، قد انتاج السد العالي مئات المرات، لادخال اثيوبيا في اطار المنظومه الاقتصاديه العالميه عبر تصديرها للكهرباء. اللي يزيد دهشه واللي يزيد استغراب ان مصر بتجري مع اثيوبيا مفاوضات للحصول على هذه الكهرباء واستثمارها في مصر، والسودان كذلك. النظام السابق كان بيفاوض اثيوبيا على الحصول على حصه من هذه الكهرباء في مقابل مادي معين. النظام الحالي بيسير على نفس خطوات النظام السابق وبيفاوض ايضا اثيوبيا والاثيوبيين على حصول على نسبه او قطاع من قطاع الكهرباء المنتج من سد النهضه ومجموعه السدود اللي هتنتج على النهر الازرق اللي هو شريان الحياه 85% بالنسبه لمصر. لما ارجع الاقي ان انا اللي بساهم لهم وبقدم لهم الموفرات الاقتصاديه والرعايه الماديه لانشاء مثل هذه السدود، طب ما انا المفروض احاسب نفسي. هو بدون مصر وبدون هذه الرعايه الماديه اللي حضرتك بتتكلم عنها سياده المستشار، ما هي كانت اثيوبيا ستقدم ايضا، لان لديها من الدعم من اسرائيل ومن غيرها ومن غيرها. السد ده الهدف منه ايه؟ معظم الاراضي الاثيوبيه اراضي صخريه لا يصلح فيها الزراعه. هل هيحولوها برك ومستنقعات وسدود وهيزرعوها سمك؟ هيحفظوا الميه عندهم دول لابد الابدين؟ لازم ان الميه دي هيستخدموها في محركات تتولى توليد الطاقه. واحنا كخبرات مصريه متقدمه كان ممكن نوفر ليهم الدعم الفني لعمل سدود اصغر واقل حجما، وكذلك محيطات بتحيط بهذه المياه لا تتسع مثل هذه المساحات الكبيره، لان السد كلما ما يكون اصغر بيبقى انتاجه الكهربائي اعلى، ليس كميه الانتاج الكهربائي او تسريبه المياه بتتناسب مع حجم السد. ده كل ما كبر السد كل ما قلت نسب تسريباته، كل ما بيقل نسبه انتاجه للطاقه. مبررات اثيوبيا في عمل مثل هذه السدود هو انتاج طاقه كهربائيه وتسويقها دوليا وعالميا. دوليا للدول الافريقيه السودان ومصر وكينيا، عالميا من خلال ربطها بمصر وثم سوريا ثم تركيا ثم اوروبا. لو مصر رفضت لن تستطيع الكهرباء الاثيوبيه
الوصول إلى أوروبا أو الوصول إلى آسيا. فمصر معبر أساسي لهذه الطاقة المنتجة أو المستثمرة من دماء المصريين، من مياه المصريين. احنا السد ده بيتلاعبوا بيه من عشرات السنين. احنا فين؟ السد ده مش مؤامرة اثيوبية صهيونية فقط، دي مؤامرة عالمية. كان في بعض المشروعات اللي بتقام على السدود في اثيوبيا، الصين دخلت مولت احد المشروعات فيها لما صندوق النقد الدولي توقف. التجربة الاثيوبية نفذت من قبل على كينيا ولم يتحرك احد الا اذا التجأت كينيا الى المحافل الدوليه والى الامم المتحده والى ما ذلك، فادت الى ايقاف صندوق النقد الدولي تمويل للسدود اللي بيقوم على الانهار اللي بتغذي كينيا. فما كان من الصين الا ان دخلت ومولت احد السدود بتكلفه حوالي مليار دولار او اكثر، اللي ترتب عليها انخفاض اكبر البحيرات الصحراويه في العالم في كينيا، وانخفاض منسوبها ل3 أو 4 أمتار، وادى لهجره وحيد القرن احد الحيوانات المهدده بالانقراض، وهجره العديد من الكينياويين. طيب يعني حضرتك بتقول انه مصر لا تريد ايقاف هذا المشروع، يعني هي تمتلك الآلية ولا تريد ايقاف هذا المشروع؟ سد النهضه الاثيوبي وما يمارس على نهر النيل هي 67 اخرى تمارس على مصر. مصر في حرب 67 اتضربنا من دول عربيه، دولة عربية مقدسة ودولة عربية أخرى مجاورة لنا. قامت الطائرات الأمريكية بالإقلاع من أحد المطارات في الدول القريبة على يميننا، وكذلك من أحد القواعد العسكرية في الدول القريبة على يسارنا، وإسرائيل تكفلت بسيناء. ما يحدث على سد النهضة وغيرها من السدود التي تقام في أثيوبيا هي بتمويل عربي إسرائيلي دولي عالمي لتهديد مصر ومكانة مصر واستقرار مصر. وسكوت النظام المصري على هذه المؤامرات هو خيانة لمصر والمصريين. يجب أولا وبادئ ذي بدء أن نرتب البيت المصري داخليا، وأن نعمل مصالحة شعبية مع الشباب ومع القوى الوطنية ومع الأحزاب وتوحيد مصر لمواجهة المخاطر اللي بتهددنا سواء من الشرق أو من الغرب أو من الجنوب أو من مياه النيل. طيب. ويجب أن نتصالح مع شركاتنا في التاريخ والمصير وما إلى ذلك. السودان الشقيق فنحن أبعد ما نكون عنها. طيب. وعندما زارها الرئيس محمد مرسي لم تكن لله ولا الوطن، ولم يبحث القضايا التي يجب أن يبحثها، ولكن تطرق لحلاب وشلاتين والبعض القضايا الخلافية. وكنت في لقاء مع الفريق آدم حامد رئيس مجلس الولايات السوداني أي رئيس مجلس الشورى السوداني، وأكد على أن السودان لا تبحث إلى بحث أي قضايا خلافية بين مصر والمصريين، وأكد على حرص السودان التام في التكامل مع مصر. ونحن تحالف الأحزاب والقوى الوطنية وقعنا بروتوكول تكامل سياسي شعبي اقتصادي بين حزب المؤتمر السوداني الحاكم في السودان و22 حزب سياسي أنا هقف عند مصري. النقطة دي يا سيادة المستشار، لأنه حضرتك هنا بتتكلم عن تعاون غير رسمي، ليس على المستوى الرسمي ولكن على المستوى السياسي بين أحزاب سياسية وبين مصرية وبين أحزاب سودانية. ده الشكل اللي احنا بنطمح ليه كنوع من عودة العلاقات بين مصر وبين الحضن الإفريقي مرة أخرى. فريق الدنيا شاف رأي مجموعة من الخبراء والمتخصصين وآراء أيضا المصريين والسياسيين حول أهمية عودة مصر لحضنها الإفريقي مرة أخرى وأزمة مياه نهر النيل بشكل عام. خلونا نشوف التقرير ونرجع مرة أخرى. يعني شوف، هناك شرط لازم لنجاح أي تحرك سياسي مصري في أفريقيا. كما تعرف في عهد الرئيس جمال عبد الناصر كانت مصر تقود قارتها الإفريقية، وكانت تقودها بدعمها لحركة التحرر الوطني في أفريقيا وكل عمليات التخلص من الاستعمار في أفريقيا. وبالتالي شرط لازم لكي ينجح تحرك أي نظام مصري الآن في استعادة أفريقيا مرة أخرى وفي الحفاظ على مصالحنا القومية في مياه النيل هو أن تكون السياسة الخارجية المصرية أصلا سياسة مستقلة. لا تستطيع أن تضع نتائج ملموسة
بمجرد انتهاء الزيارة أو مشاركة الدكتور محمد مرسي في مؤتمر القمة الأفريقية. لكن المزهر في الأمر أنه بمجرد أن غادر أثيوبيا أعلنت عن تحويل مجرى النيل للبدء في تنفيذ مشروع سد النهضة وكثير من المشاريع الصغيرة التي يمكن أن تؤثر على الحصة أو الموارد المالية التي تأتي إلينا في مصر. العمل مع القارة الأفريقية في حاجة إلى خطة واضحة وخاصة مع دول منابع النيل. بص، هو دور مصر في أفريقيا تراجع بسبب النظام السابق مبارك. في الفترة الأخرانية الرئيس مرسي زار أثيوبيا على سبيل المثال، زارها مرتين، بس الحقيقة الموضوع أكبر من فكرة أنك تزور مرة أو 2 أو 10. يعني أنا ممكن ما أزورش البلد ولا مرة وتبقى العلاقة جيدة، إنما الأزمة في إن مفيش رؤية. لا يمكن تأمين حصة المياه لمصر أو شيء من ذلك القبيل إلا في إطار عمل استراتيجي ممتد. هذا العمل يقوم على أساس العلاقات المتبادلة ما بين دول حوض النيل والمجرى والمصب، لأنه كل هذه الدول يجب أن تقوم بعمل مشروعات مشتركة أو بناء استراتيجية مشتركة للمياه. لكن لا نتعلل فقط بأن لنا حصص يجب أن نحافظ عليها، ولكن نحافظ عليها بجملة المشاريع المشتركة التي تقوم على الفائدة المتبادلة. يعني دور مصر الأفريقي بوجه عام أمر غاية في الأهمية. يجب أن احنا نستثمر الرصيد الذي كان في فترة الرئيس جمال عبد الناصر في هذا الرصيد الإفريقي. رصيد مهم جدا يجب ألا نبدده ونضيعه، لأنه هيحفظ لنا مصالح كثيرة.